السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاخدكم في جولة سريعة للجزء المفتوح في المتحف المصري الكبير ذا جراند ايجيبشن ميوزيوم اللي بيقع في هضبة الجيزة أو بجوار هضبة الجيزة، والمدخل بتاعه على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في نزلة الدائري على إيدك اليمين وانت رايح لميدان الرماية. أول ما بتدخل من باب البوابة الرئيسية للمتحف بتلاقي في باركينج كبير وبيتوسطه المسلة المعلقة. تمام. الباركينج كبير، ممكن تركن السيارة وتنزل تتمشى على الأقدام، هتلاقي المسلة اللي على يمينك زي ما انت شايف كده دلوقتي، ودي أول مسلة معلقة في العالم، وحواليها البانوراما وحواليها زي شمسية كده للجلوس أو للاستمتاع بالشمس في وقت الشتاء للسائح أو للزائر اللي جاي المتحف الكبير. المتحف على مساحة 117 فدان، تقريبا كده ما يعادل 300 ألف متر مربع، وتم بناؤه بتكلفة 550 مليون دولار، منهم 300 مليون دولار ساهمت بيهم دولة اليابان كقرض ميسر يعني، وال150 مليون دولار عن طريق التبرعات. ويعد المتحف من أكبر المتاحف العالمية، وهيضم إن شاء الله بعد افتتاحه 100 ألف قطعة أثرية، وهيتسع لزيارة 15 ألف سائح أو زائر يوميا. طبعا التصميم بتاع الواجهة اللي احنا شايفينه ده قامت بتصميمه شركة أيرلندية، وطبعا اللي ساد شكل الواجهة هو شكل الأهرامات ليتماشى مع الأهرامات أو منطقة الأهرامات أو العنصر المعماري لمنطقة الأهرامات. زي ما احنا شايفين كده الهرم اللي قصادنا دوت هو مقابل للهرم الأكبر للملك خوفو، وفي حاجة اسمها الخطوط المستقيمة اللي بتصل الثلاث أهرامات اللي موجودة في واجهة المتحف متصلة اتصال مستقيم بالأهرامات الثلاثة اللي موجودة في هضبة الجيزة، هرم الملك خوفو والملك خفرع والملك منقورع. الواجهة فيها 7 أهرامات بارزة مع الإضاءة الطبيعية أو الإضاءة المستخدمة، يعني الإضاءة الصناعية الكهربائية بيكون فيها حركة ديناميكية اللي هي دايناميك موفمنت مستمرة واضحة، مع وجود هرم زجاجي شفاف. الهرم الزجاجي الشفاف ده محاط بحاجة اسمها رخام، تمام، وهو رخام مصري تم استخدامه بدل الاستيراد من بره من دول خارجية، وده قلل تكلفة الواجهة من 200 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، يعني تقريبا كده 10% بس الكوست اللي تم على الواجهة ده. كده بعد ما بتدخل من المتحف بتلاقيه من واجهة المتحف بتلاقيه كده معلق على أعمدة مائلة، وزي ما احنا شايفين كده في يعني بانلز من الرخام الأبيض الشفاف اللي احنا شايفينه بشكل رائع وجميل ومتناسق جدا. هندخل من جوه، هيبقى فيه ظهر المدخل هيبقى شكل هرمي برضو، ومحاط بمجموعة من الخراطيش الملكية. الخراطيش الملكية دي تم عمل الخلفية بتاعتها سوداء، وتم يعني تصميمها باللون الذهبي، تدي شكل جميل جدا وانطباع رائع. ده تمثال الملك رمسيس الأول اللي تم اكتشافه سنة 1820 على يد العالم جيوفاني في منطقة ممفيس اللي هي منطقة ميت رهينة اللي احنا عارفينها طبعا، وده له توأم تمثال موجود دلوقتي في متحف ميت رهينة، بس ملقى على ظهره لأن لما تم اكتشافه كان مكسور الأرجل. طول التمثال طبعا 20 متر ووزنه 80 طن من الجرانيت الوردي، وتم وضعه قبل ما يجي هنا للمتحف في ميدان باب الحديد اللي هو بيعرف دلوقتي بميدان رمسيس. وطبعا ده كان في سنة تقريبا 1955، واللي أمر بكده الرئيس الراحل رحمة الله عليه جمال عبد الناصر. في مجموعة من التماثيل اللي احنا شايفينها الناحية التانية دي هي تماثيل الملك سنوسرت، وهم 10 تماثيل. ال10 تماثيل مصنوعة من الحجر الجيري، وتم الكشف عنها في المعبد الجنزي يعني المجاور لمنطقة الأهرامات أو لأهرامات الملك سنوسرت الأول في منطقة الليشت في الفيوم، ونقلت للمتحف المصري سنة 1895، وهي طبعا زي ما قلنا مصنوعة من الحجر الجيري. طبعا ده كده زي تصوير عام للمتحف من الداخل، لأن هو طبعا المعرض الرئيسي في المتحف أو العرض الرئيسي في المتحف لسه لم يفتتح بشكل رسمي، فعشان كده احنا بناخد جولة عامة حوالين المنطقة المتاح التصوير فيها. طبعا التمثال بتاع الملك رمسيس الثاني يقف يعني شامخا كده وشاهد على الحضارة المصرية القديمة، وحواليه زي بول مية كده أو زي بول ووتر بول كده، المفروض ده عشان خاطر يعني يشير للماء الأزلي والأبدية عند المصري القديم. دي منطقة الكوميرشال اريا، وفيها بازار وفيها مجموعة من المحلات دي كلها براندات،
تمام. وفي القاعة العليا دي هي قاعة الاحتفالات، ودي اللي كان معمول فيها الكايرو ارت، تمام، او الجاليري بتاع الكايرو ارت. وفي مجموعة هنا من التيجان الملكية أو الرموز التي كانت توضع على التيجان الملكية زي ما احنا شايفينها، زي الفيزر أو اللي هي الماعد، وزي الواس اللي هي على شكل الجاكل، وزي قرص الشمس رع. ودي بتقع بالظبط خلف تمثال الملك رمسيس الثاني زي ما احنا شايفينها كده مرصوصة على لوحة رخامية. وهنا في زي عمود كده من الحجر الجيري، عمود في منتهى الجمال والدقة والإتقان في الصنع، بيمثل الملك ميرين بتاعه وهو بيقدم القرابين للإله آمون رع. وموجود عليه مجموعة من الكتابات الهيروغليفية، وعليه الصرع نيم بتاع الملك ميرين بتاعه، واللي عليه اسم النسوبيتي برضو هو الاسم الملكي بتاع الملك ميرين بتاعه، وهو بيقوم بتقديم القرابين زي ما احنا شايفين كده. حاجة في منتهى الدقة والروعة والجمال، وحاجة بصراحة يعني مصدر للفخر وكل حاجة جميلة والعظمة بصراحة. تمام. زي ما احنا شايفين كده دي بانل مكتوب عليها تاريخ العثور عليه، وكان موجود فين وتم نقله فين. وهنا زي ما احنا شايفين المتحف من الخارج. طبعا دي الكوميرشال اريا، فيها هنا بازار بيتباع فيه الايجيبشن هاند كرافتس او الحاجات المصنوعات المصريه. في طبعا مجموعه من الكافيهات على اليمين زي ما احنا شايفين كده في المنطقه دي. في هنا تمثالين جمال جدا، التمثالين دولت بيسموهم من الاثار الغارقه اللي عثر عليها في منطقة الإسكندرية وتم نقلهم للمتحف المصري. في ناس بيقولوا غلط إن ده تمثال للملكة ميريت أمون، طبعا هو مش لميريت أمون، هو لملكة بطلمية. وطبعا واضح جدا جدا من شكل الفن أو طريقة تصوير التمثال. وهي الملكات المصرية كانوا بيتشبهوا دائما، أو الملكات في العصر البطلمي كانوا بيتشبهوا دائما بالإلهة إيزيس أو الإله حتحور ربة الجمال والحكمة والحب. وهنا ده أحد التماثيل برضو مصنوع من الرخام أو مصنوع من الجرانيت الوردي لأحد الملوك البطالمة، وهو الملك احتمال كبير يكون الملك بطلميوس الثاني، لأن بتتشابه ملامحه إلى حد كبير بملامح الملك بطلميوس اللي مثل نفسه كملك مصري يرتدي الرويال شورت كيلت أو الشنديت، اللي هو الشورت اللي شايفه اللي عامل زي الجيبة ده بيسموه الشنديت، وهو بيتقدم قدمه اليسرى على اليمنى، ودي الوقفة المصرية القديمة. وطبعا بيرتدي التاج المزدوج وعليه الكبرى اللي هي كانت رمز للحماية عند المصري القديم. دي جولة سريعة كده للمتحف أو للجزء المفتوح في المتحف المصري. هناك كده على اليمين جنب التماثيل دي بتوجد المفروض القاعة اللي هيتم افتتاحها أو المتحف اللي هيتم افتتاحه لوجود مراكب الشمس أو مراكب الملك خوفو اللي تم نقلها من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير. تقريبا كده 99% من المتحف تم الانتهاء منه، وإن شاء الله يتم الإعلان عن افتتاحه قريبا، ويكون حدث عالمي يحضره جميع رؤساء وملوك دول العالم، يكون العالم في حالة مستقرة بإذن الله. وده هيأثر بشكل مباشر على وفود عدد السياح اللي هيجوا مصر بإذن الله، وهتكون في طفرة في السياحة المصرية، لأن فعلا ده عمل عظيم. بنشكر كل القائمين على هذا العمل وعلى هذا الصرح العلمي الثقافي الأثري العظيم. وإن شاء الله مصر تفضل في تقدم وفي رقي وفي إبداع وفي إبهار للعالم كله. خالص تحياتي وتقديري لكل المستمعين وكل اللي هيشاهدوا الفيديو. دكتورة داليا أمين، مرشدة سياحية وباحثة أثرية ومدرس في كلية السياحة والفنادق. خالص تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله مزيد من الفيديوهات.